فأبوا عليه، وأبى على نفسه بحقه وحق جده وحق الحق الذي كان عليه صلاة الله، فاقتتل الجيش. لا أقول لكم رمية بسهم غيلة، كما قلت لكم ساعات، 4000 ونحو من 70، يعني ليس معه إلا أهل بيته. وما خرج يقاتل عليه صلوات الله، ما خرج يقاتل أحدا، وما خرج كالخوارج ولا كالثوار، ما كان كذلك. كان أبا للناس بكل الحق، كان أباهم جميعا عليه صلاة الله. وهذا لا نعلمه. كما قلت لكم، عامة المسلمين يظنون أن الحسين قتل ولم يبلغ 30 أو لعله في 20 قتل. كان قريبا من 60 58 عاما، وكان في لحيته شيبة عليه صلوات الله، بضع شعرات، كما رآه عبيد الله بن زياد حين أتوا برأسه إلى عبيد الله الهليك الكلب. لما أتوا برأس الحسين ابن النبي عليه صلوات الله إليه، قال: لقد شمط الحسين. شمط يعني في شعره شعرات، يلهل الخبيث اللعين. ونكت بعصا في ثغر الحسين، في فمه، نكت بالعصا، نكت يعني على أسنانه. كلاب هلكة. ثم يخاف أهل السنة يتكلموا في هذا حتى لا يهلكوا الحق. نسأل الله يعيننا على مقالة الحق. الآن قاتلوا للحسين وقاتلهم الحسين وأبى عليهم. يحصون في الآثار، ما رويت لكم شيئا من كتب الرافضة ولا الشيعة. الكلام أكلمكم من مظان الطائفة الأكثر، ولن أسمي لكم. اذهب فنقب، وإن قام لكم أحد يكايد فليأتنا. إن قال لك أنني أتيت بها من ها هنا أو من غير ما قلت لكم فليقم لنا. جربناهم هؤلاء، يعني شلة يزيد، هذول شلة عبيد الله بن زياد. فبحمد الله رب العالمين ثبت، وكما قال من حضره: ما رأينا مثله. أبناء الأنبياء ما رأينا مثله. سبحان ربك. الحسن أبى أن يقاتل، وكان في السبط، يعني كان سبطا، حمل أثرا وعهدا عظيما، ما قاتل. الحسين عليه صلوات الله ما خرج ليقاتل، فلما كاثروه قاتل بناته وأزواجه وأبناء الأنبياء اللي كانوا معه، فقاتل. فيحصون 30 ضربة بسيف و30 طعنة برمح، غير السهام التي علقت فيه حين كبى وضعف بعد 60 ضربات هي بالطعان والرماح والسيوف، ضعف، فجعل يكبو، يعني يمشي ويكبو، تعرفونها. وحوله الكلاب، وابن النبي بينهم. قبل قليل صلوا العصر ورأوه يصلي، بعضهم قال صلى فيهم ثم قتلوه. جيد. فبعدها ضعف فعطش فأراد أن يشرب، فلما أتى الماء رماه لعين هالك بسهم في حنكه شدقه، فأخذ دمه ورماه إلى السماء. الحسين عليه صلوات الله. هذا فقط من مرويات الأكثرين. متى سمعنا عن هذا بعد الشيبة؟ متى سمعتم عن هذا؟ من يعلم أنه ذبح؟ الآن أهل السنة يتخايرون، هل وطئوه بالخيل بعدما ذبحوه أم ما وطئوه؟ مسألة. بعضهم قال لا، هذه لا تصح. بعضهم قال وطئوه بالخيل، هذا ما ذبحوه، وطئوا جثمانه بالخيل. جيد. وأخذوا رأسه. الآن شمر ابن ذي الجوشن، احفظوا هذا الاسم، نصرة لآل محمد وعداوة لأهل الباطل. شمر. ستجدون أن ابن تيمية لا يقربه بسوء، لا يذكره بسوء. هذا اللعين الهليك اللي هو شمر لا يذكره الحراني بسوء البتة، يعرف كل أشياخ الضلالة ولا يبقي لهم ولا يذر. هذا البتة
ما اقترب منه شيئا. فشمر الهليك اللعين هذا صار الكلام بين أهل الروايات أنه من قتله شمر أم هليك لعين آخر يقال له سنان ابن أنس. ومن الذي احتز رأسه، سنان أم خولي بن يزيد؟ هؤلاء الثلاثة، يعني الأمر بين هؤلاء، اللعين شمر وسنان وخولي بن يزيد. يقولون إن الحجاج سأل سنان الهليك الخبيث اللعين: كيف قتلت الحسين؟ قال: دسرته بحربتي دسرة، وضعت حربتي في صدره ودفعته وقتلته. قالوا: ونزل خولي فاحتز رأسه بعد 30 ضربة بسيف وطعنة برمح غير السهام والنبال. جيد. الآن إذا تكلمت في هذا الآن أنت يعني تعين الرافضة، فأخفي الرزية والبلية في أهل البيت حتى لا تنتصر الرافضة. خذوا حق أهل البيت واسبقوا به الرافضة واغلبوا به الرافضة. من أولى بالمسيح، نحن أم النصارى؟ من أولى بأهل البيت، نحن أم الرافضة والشيعة؟ سبقوكم إلى خير، اسبقوهم إليه. أنتم أولى بأهل البيت وآل محمد عليه صلوات الله. ألا تلعنون من قتلهم؟ ألا تعادون من قتلهم؟ علمنا، سمعناهم يلعنون ويعادون من قتلهم ويتبرؤون ممن قتلهم. لم نسمعكم بهذا. لا تلعنون وسيأتيكم، ولا يجرؤون أشياخهم وكبراءهم هم السنة، لا يقولون هذا. أنا ليه بقول هم السنة؟ لأننا المسلمون، لا سنة ولا شيعة، لا رافضة ولا وهابية ولا مستسلفة ولا سفالة من هذا شيئا. اسمع وتبين بنفسك. يعني يذبح ابن النبي ولا نعلم إلا بعد شيبة، ولا نعلم أبناءنا ولا صغارا أن فاطمة فاطمة، وأن الحسن الحسن، وأن الحسين الحسين.